صباح الخير يا احلى متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير او مساء الخير على كل حبايبي اللي بيشوفوني. النهارده هنعمل اكله تقريبا الشعب المصري كله بيحبها ما عدا انا. هنعمل حمام، هنعمل بفتيك مشوي، هنعمل بطاطس. ودايما لما بنعمل الحمام بنحتار نعمل جنبيه ايه. انا عن نفسي ما باكلوش، بس باكل البفتيك يعني عشان بس ايه محدش يفهمني غلط. المهم هنشوف الحمام وهنشوفه متحمر حلو كده ازاي، وهنشوف الخلطة بتاعته وكل حاجة مع بعض، وبطاطس الشيبسي وتتبيلة البانيه قصدي البفتيك المشوي. والرز اهو الواحدة بوحدتها، بس هو كان سخن طبعا ما كنتش عارفة افتحه. يلا بقى لايك وشير للفيديو وسبسكرايب، واللي ما فعلش الجرس يفعله عشان يوصلكوا كل جديد. ويلا نسمي الله. يلا بقى نسمي الله ونشوف معانا ايه. ما شاء الله انا معايا حمام، بس طبعا انا مش هعمله كله انا هعمل جزء منه وهشيل جزء منه. انا معايا بقى ايه، انا فرمه بصل على طماطم. انا تملي طبعا التتبيله دي بتبقى للفراخ والحمام. في ناس كتير ما بتتبلش الحمام، ما تسالنيش ليه، ما اعرفش. المهم انا فرمت بصل على طماطم. معايا ايه التوابل بقى؟ ملح وفلفل، ومعايا بصل وتوم باودر، ومعايا ورق لورا وفلفل اسود وجوز الطيب وجنزبيل وبهارات فراخ وهيصه بصوا حاجات كتير قوي. هقول لكم تاني التوابل كده مع بعض: ملح وفلفل، بصل وتوم باودر. ودي الحوايج انا بحب احطها لوحديها. ملح وفلفل، بصل وتوم باودر، وجنزبيل وجوز الطيب وبهارات فراخ. انا بصراحه عندي بهارات الفراخ دي عندي منها كذا نوع. وحبهان وكزبره ناشفه و... وانا قلت لكم جنزبيل صح خلاص. هو كده التوابل. يعني بصوا هتحطوا كل التوابل اللي عندكم في البيت ما عدا الكمون. من الاخر يعني ملح وفلفل وبهارات وجوز الطيب وكزبره ناشفه وبهارات الفراخ وحبهان وجنزبيل. وفي ناس بتحب تحط قرفه، حطه. انا عندي ما بيحبوش القرفه. هقلب كده. طبعا التوابل طبعا زي ما انتم شايفينها هي كتير، انا عامله اصلا عشان خاطر كمان هعمل منها. يعني هحط حبه في تتبيله الرز وانا بعملها. وكمان هرش على الحمام نفسه. وعايزه اقول لكم ان لما انتوا البصل والحاجات دي طبعا هتقولوا لي ايه الحمام صغنن. لو انت بقى براحتك، لو انت حابه تتبلي الحمام كده بالتوابل دي كده من جوه ومن بره، ومش حابه تحطي البصل والثوم البصل والطماطم طبعا هو بيفرق جدا طبعا وبيبقى طعمه احلى بكتير. براحتك ما تحطيش. بس انا بعمل كده على طريقه امي ومش هغيرها يعني. دي طريقتي المعتاده. انت حابه كسلانه بقى تعملي البصل والطماطم وتعملي التوابل كده على بعضيها براحتك، بس المهم في الاخر لازم تتبليه حتى لو بتوابل البودره دي. الحمام فيه نسبه زفاره شويه عاليه، حاولي تغسليه بالجنزبيل والليمون والطحينه والدقيق. انا بعمل بملح الاول وادعكه كويس جدا، انزل كل الدم اللي فيه وكل الحاجات اللي فيه، وبعدين برجع احط له بقى دقيق وجنزبيل وليمون وطحينه وملح وبنقعه، وبرجع تاني اغسله بليمون لوحده فهو ليه نضافه شويه. هم شايفين انا قلبت الحمام على الناحية التانية وبرضو حطيت له التوابل كده عشان ايه اتأكد ان كل الحمام ايه اتبل. خلاص بقى تبلت كله واتأكدت ان الحمام من جوه ومن بره كمان متبلاه بالبودرة. همسك بقى واحدة واحدة اتبلها كده. طبعا انا اصلا لما باجي بقى احشي الحمام طبعا بشيل البصل والطماطم ده لان الحمام طبعا حجمه صغير، مبقاش فيه مساحة ان انتي تحشي كمان فيه. انا بس بسيبه متبل كده يوم اتنين، مفيش مشكلة عادي يكون احسن. بوسع الجلد كده بتاع الحمام بالراحة. وطبعا نصيحة: لما تجيبي الحمام صابح ما تعمليهوش في يوميها، علشان الجلد بتاعه بيبقى طري جدا. لازم تسيبيه يوم كده ولا حاجة يستحسن. حتى بتاع الطيور يقولك كده كمان. الجوانتي ده يا جماعة اختراع بصراحة. بقلعه ولا كأني عملت اي حاجة، ولا ريحة ايدي بصل ولا اي حاجة ولا زفارة ولا اي حاجة. بحشيه بقى كده اهو زي ما انتوا شايفين. طبعا الكاميرا تقريبا مش موضحة قوي.
الحمام ده انا كنت جايبه ب85 جنيه الكيلو. بس بقى كل سنه وانتم طيبين، عشان رأس السنه بقى الحمام كمان غالي بقى ب95 تقريبا. انا برضو زي ما قلت لكم اي طيور فراخ بط اي طيور عامه بحب اعملها كده. بس انا لو هشيله في الفريزر بقى ما بحطلوش البصل والطماطم، بحطله بعمله كده بالبودره كده التوابل البودره وبشيله. لكن انا يعني ايه عشان هعمل جزء برضو واشيل جزء، بس مش هشيله في الفريزر يعني هعمله تاني يوم، ف بتبله بالطماطم كده. هخلص بقى كل الحمام، وتعالوا بقى نتبل مع بعض كمان اللحمه. هحط بقى انا معايا بصل ومعايا طماطم. هحط كاتشب طبعا. لو انتوا حابين تضربوا البصل والطماطم تصفوه وتعملوه طبعا يكون احسن بكتير. والحركة دي طبعا لما تكوني كمان مستعجلة مثلا حتى تبليه ساعتين تلاتة، الحركة دي بالنسبة لي احسن طبعا مليون مرة. بس انا بيني وبينكم يعني انا كنت متبلاه وهسيبه يوم عادي اتنين مفيش مشكلة، ما كنتش مستعجلة عليه فعملت كده. وكسلت بصراحة اضرب، ما اضحكش عليكم. وكمان يعني انا عملت معاكم الطريقه دي قبل كده ميه البصل، فقلت اعمل معاكم دي. وكمان في ناس ما عندهاش امكانيات لكبه، يعني انا برضو بحب ادي حلول لكل الاطراف، ما بحبش اعقد الدنيا وما بحبش حد يتفرج على حاجه ويقول لا انا ما عنديش، فلا يعني كله سهل. معايا بقى سماق بصل وتوم باودر، ومعايا بهارات شاورما وبابريكا وفلفل اسود وملح وبهارات لحمه. نقول تاني: ملح وفلفل و توم بس بودر مش بصل، عشان انا معايا البصل ما حطيتوش. وفلفل اسود وبهارات لحمه وبهارات شاورما. بهارات الشاورما دي بجيبها من فتح الله دايما بقولكوا عليها، وبابريكا وسماق. وبس كده خلاص. بصوا بقى احنا هنحط اللحمه كده. طبعا ليمون ده حاجه اساسي يعني. حط 4 5 ليمونات يعني ما يهمكوش. هقلبها بقى. هتبله كده. طبعا برضو البصل والطماطم هيبقوا كده محطوطين برضو بيدوا طعم برضو. بس زي ما قلتلكوا لو مش مستعجلة عليه. طبعا البفتيك ده زي ما قلتلكوا مشوي، هتحطيله باربيكيو، هيبقى حلو جدا. هتحطي سماق، عايز قصدي صويا صوص او دبس رمان، اي حاجة من الحاجات اللي عندكم دي تبقى حلوة. ده في المشوي. لكن لو هتعملي مقلي مش هتعملي بقى خلاص، هو الخطوات اللي أنا عملتها دي وكاتشب وكده. انا حطيت باربيكيو بس ما تصورش للاسف، ف نسيت اقول لكم عليه فقلت اقوله لكم. ما عندكيش خلاص يعني. انا بقولك يعني لو حابه تدي تيست للطعم حلو يعني حطي باربيكيو للمشويات هيبقى حلو قوي. عايزه بقى كمان يكون حراق او كده حطي هوت صوص، اي حاجه حراقه برضو يعني بتبقى في المقليه كمان حلوه. بصوا بقى انا بعمل ايه لو تلاحظوا. انا مرضتش ان انا يعني اعمل الحركه دي غير قدامكم عشان اوريكم الفكره. ان انتي بصي انا حتى بحط واحده بفتيك وشويه بصل، وبحط كده مفروض بفرده علشان يتبل. ما يبقاش لو اللحمه كده قلبتها وسبتها كده لا هتلاقيها حته وحته. لكن لما تفردي كده الحته على بعضيها بتتبل وكده. وبعد شويه اصلا عايزه اقول لكم ساعتين كده وهتلاقوا البصل ده نزل ميه جامد. وهتضغطي كده عليه باللحمه هتلاقيه اللحمه كلها متبله حلو. بس بشرط انك تكوني فردة البفتيك كويس زي ما انتوا شايفين كده. بصوا انا بعمله كده اهو. تعالوا بقى نعمل الخلطة. معلش الحتة دي ما اتصورتش. انا عملت بصل، بشرت يعني بصل وحطيته كده يتشوح.
وحطيت بقى جزء من التوابل اللي احنا كنا عاملينها، وحطيت طبعا الحوايج معاه، وهتحط كده الرز. انتي بتعملي قد ايه؟ انا بعمل على 3 حمامات كوبايه رز، عشان تبقوا عارفين المقدار ده حلو جدا، وامشوا عليه تلاقيه مظبوط قوي. هقول لكم تاني، شوحت البصل وبعد ما لونه بقى لها ذهبي كده رحت حطيت الحوايج بتاعته، قطعتها وحطيتها، وحطيت جزء من التوابل، وحطيت الرز اهو. هياخد تشويحه كده، افضل اشوح فيه شويه وبعدين بصوا بقى هفضل اشوح كده في الرز مع البصلة، عشان الرز يبقى لونه لون البصلة زي اكنك بتعملي رز السمك كده، عشان الرز كده كده كمان هيتحط لسه في الحمام وهيدخل المية وهتحس ان هو اتسلق، فخلي لونه غامق علشان خاطر ما يبقاش لونه فاتح كده. انا حطيت يا دوبك كوباية مية كده مش كتير. انا كنت عاملة اصلا كوبايتين رز عشان كنت هعمل 6 حمامات بس، فحطيت كوباية على كوبايتين الرز اصلا، دوب بس يغلي غلوة كده وهطفي عليه وهحشي. خلاص بقى تعالوا نحشي الحمام. شايفين ما شاء الله لون الرز عامل ازاي؟ آه انا ساعات بحب احط فيه قرن فلفل حامي لو انتوا بتحبوا الحامي. انا بوريكم ان انا بشيل البصلة اللي انا حطيتها في التتبيلة. انا بقى البصلة دي باخدها ما برميهاش، بحطها في المية مع السليق الحمام. طبعا ما تحشوش الحمام قوي ولا تحشوه قليل، يعني يا دوبك تحسوا كده ان في فراغ، ما تكبسيش الحمامية عشان الرز يستوي معاكي. الكلام ده في اي حشو طيور، حتى لو بتحشي طحال ممبار اي حاجة. طبعا انا عملت معاكم قبل كده طحال المحشي كتير، ناس كتيرة متعرفوش بس انا عملته معاكم. امي الله يرحمها هي اللي معلماني الطريقة دي، ربنا يرحمها ويسامحها يا رب، يرحم كل امواتنا جميعا. نحشي برضو كده الحصالة بتاعته كده برضو، يبقى برضو فيها فراغ، ما تكبسيش الحاجة، والجلد حتى اللي من بره ده انا بحشيه دوبك كده حاجة بسيطة جدا، عشان كمان يعني لو الحمام في حمام ساعات بيبقى صغير مثلا وعازمة حد وكده، عشان يبقى الشكل العام حتى ان هو ايه، مالي مركزه، يعني بنضحك على الناس وكده. بصوا انا حاشيه اهو. طبعا عايزه اقول لكم الحمد لله بقى، آه انا بعمله كده بخلة السنان. عايزه تخيطيه انا كنت بخيطه، وعايزه اقول لكم ان الخياطه طبعا احسن 100 مره، ما بتفرقعش الحمام. الحمد لله فرقع مني كذا واحده، الحمد لله بقى، يلا النصيب. بصوا يا جماعه صدقوني والله بجد، انا من الناس اللي ما بحبش اعمل اكل وحد يخش عليا وانا بعمل الاكل. بس الحمد لله بقى، حد بقى الله يسامحه دخل عليا وانا بعمل الحمام وكل ده حمام وكده، الناس مش تقول ما شاء الله. آه بس الحمد لله يعني، الحمد لله ان هي جت على قد كده، الحمد لله ان جه في الحمام مش فيا يعني. آه حاولي ان انت ما تجيبي الحمام تقولي للراجل انا هحشيه لو سمحت ما تقطعليش الحصاله وخد بالك وانت بتقطع البطن بتاعته كده. عايزه اقول لكم ان انا عملت حاجه لو خدتوا بالكم منها، طبعا ممكن تكونوا ما خدتوش بالكم منها. هو انا عملتها وهي كانت صح وكانت غلط في نفس الوقت، ان انا عملت الخله وكتفت الحمامية ومن غير ما اكتف رجليها. عايزه اقول لكم ان كده احسن، وممكن تمسكي بقى رجليها تربطيها بالخيط احسن ما تفكيها. لما انا فكيتهم آه كده ما كانوش مقفولين كويس، لكن لما انا كنت قافلاهم من غير ما اكتف رجليهم كانوا احسن. فانا يعني عن تجربة بقى، انت يعني خيطيها او اعمليها بخيلة السنان من غير ما تكتفيها، وامسكي رجليها كتفيها بخيط يكون احسن يعني. عايزه اقول لكم كمان يعني، شوف انا كنت عامله كوبايتين على ال6 حمامات، بقى كمان شويه، عشان كده بقول لكم اصلا الحمام ما بياخدش رز، يعني ان انا حاشيه من الحصاله وحاشيه من البطن وحاشيه من الجلد، وما بياخدش رز كتير. وحاولي ما تحطيش الحواجي غير في جوه الحمام، ما تحطوش في الجلد عشان كده كده هيفرقع. انا بصراحه كنت بخيطه، كانت الخياطة بصراحة احسن. هي طبعا متعبة يعني بتاخد وقت اكتر، بس هي ما بتخليش الحمام يفرقع، ومهما تقولوا ان الحمام بيجي على بطنه برضو بيلف في الحلة.
عايزة اجرب معاكم مرة نعمله في الكيس الحراري، نشوف اخباره ايه. انا بقى هشيك كده وهكمل انا مع نفسي عشان ما اطولش عليكم، وارجع لكم بقى نسلق مع بعض. تعالوا بقى نحط الحمام. انا حطيت مية تغلي طبعا قبليها بنص ساعة عشان خاطر آه ان الحمام اول ما بتحطيه بيبرد المية. بصوا انا بوريكم ان انا قافلاه اهو بخلة السنان. بصوا انا حاطه في المية مستكة وحاطه حبهان وحاطه ورق لورا. وطبعا كده كده البصل اللي كان متبل بيه انا هحطه جواه. البصل ده اصلا فيه كل التوابل، وهحط كمان برضو رشه من التوابل الايه البودره. انا قلت لكم التوابل دي هنستخدمها في كل حاجه. حتى الحمام اصلا لما بحمره وبيطلع بروح رشه عليه شويه. بصوا انا بحاول ان انا اخليه كله على ظهره، بس برضو بيلف يعني مفيش فايده. بصوا حطيت بقى كل التتبيله اهي، محرمتوش من حاجه. طبعا هتعلي النار عليه اول ما يتحط 10 دقايق، واول ما الميه تبتدي تغلي هتعمليه على نار وسط. وبصوا ما تغطوش للاخر كده عشان ايه المفروض ما يفرقعش يعني، بس الحمد لله. خلاص الحمام قرب يستوي، دخل على السوا اهو. شايفين المرقه ما شاء الله لونها عامل ازاي. آه طبعا زي ما قلت لكم الخسائر اللي حصلت، في حمام اتنقص وفي حمام لا. بس والله مش مني برضو الحمد لله. يعني هو كده كده كان الجلد بتاعه، وراجل الله يبارك له كان جايب لي كمان الجلد اكتريته متقطع. بس الحمد لله على كل حال يعني. هو بس كان القصة كلها اللي فرقعت اللي هي البطن بس. خلاص بقى حمرت الحمام. أه بحمره بسمنة على زيت، بحط سمنة اكتر طبعا. الزيت بحط حاجة بسيطة. شايفين لون الشوربة حلو ازاي، وبطاطس والبفتيك كمان عملناه. أه المشوي ده زي ما قلت لكم كده، دي لحمة فليتو. يا رب النهارده تكونوا استفدتوا بأي معلومة حتى لو صغيرة. لايك بقى وشير للفيديو وسبسكرايب، واللي ما فعلش الجرس يفعله عشان يوصلكوا كل جديد مني، عشان كله يستفاد بأي معلومة حتى لو كانت صغيرة. فتحت الحمامية كده لأنها كانت سخنة. بصوا الرز الحمد لله اهو مفلفل، بس الحمامية كانت مولعة. يلا يا اقول لكم بقى سلام عليكم.